نصيحتي لكل واحد بيشوفني، اياك تكون سبب في يوم من الايام في قطع لقمة عيش حد من مكان، او تكون سبب في قطع عيش حد في الشغل ايا كان نوع الشغل ده ايه. بيحكي لي قصة واحد بيقول لي كان في اتنين شغالين في شغل مع بعض، فيهم واحد مسؤول فيهم واحد شغال معاه، وكان دايما في ما بينهم وبين بعضهم مشاكل. والشخص اللي كان مسؤول ده كان دايما يوصل تقارير سلبية عن صاحبه اللي شغال معاه في حب الشغل. كان يصوره وهو بيتكلم في التليفون ويبلغ صاحب الشغل، كان يصوره وهو بيصلي ويبلغ صاحب الشغل. فضل وراه صاحبه لما خلى صاحب الشغل قال له خلاص احنا هنمشيه. خلاص جاب اخره واتشحن من الشخص ده لدرجه ان قال للراجل المسؤول ده خلاص احنا هنمشي الراجل ده، مش عايزينه تاني معانا. وبالفعل بلغوا الشخص التاني ان انت خلاص مالكش معانا مكان. في الشخص ده عرف ان صاحبه اللي كان مسؤول معاه هو السبب في قطع لقمه عيشه من المكان ده.